السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ طبعا دلوقتي بشرح لكم طريقة تنزيل الفلاتر. اي فلاتر مضغوطة وعايزة تفك الضغط على الايفون. دلوقتي لو تليفونك ايفون تعمل ايه؟ طبعا هنخش على اليوتيوب. ماشي. وهنجيب اي عدد فلاتر معين اللي هو زي مثلا 20 فلتر دول كده اللي مضغوطين، نفك الضغط عليهم ازاي على الايفون. ماشي. هتخش على كلمة المزيد دي كده، وعلى كلمة المزيد اللي تحت هتخش على ايه لينك الايه الفلاتر دي كده. هتخش على ايه متصفح بقى عندك عادي، مفيش اي مشكلة. تمام. كل اللي هتعمله هتدوس على علامة التنزيل اللي فوق دي كده. بص جالك تحت كده علامة وبقول لك نزل، هينزل معاك على طول. ممكن ينزل عندك على طول من غيرك كلمة تنزيل دي كده. تمام. تمام. انا كده خلاص الفلاتر نزلت عندي، بيقول لي فتحة اهو. كلمة فتحة ادوس عليها كده. تمام. ممكن احفظ بقى ايه فتح في ملف خاص. ماشي. ممكن احفظه هنا وممكن احفظه في الملفات من تحت. تعال نجرب دي كده مع بعض. طبعا العشرين فلتر موجودين معانا جوه، نقدر ندوس عليهم كده من هنا. هيقول لك اكتب الباسورد. طبعا الباسورد هيكون انا قايله في الفيديو على مرتين. بعد ما كتبت الباسورد هدوس على كلمة موافق. هيقول لي اكتب الباسورد تاني، اكتبه. هدوس على كلمة موافق على طول. ماشي. طبعا فايه فك لي الضغط كده زي ما انت ما شايف في ملف تاني اهو، هدوس عليه كده. ماشي. هيفتح لي ملف زي ما انت ما شايف فوق اهو. هدوس عليهم تاني كده. العشرين فلتر اهي هيفتحوا معايا على طول اهو. من فوق من هنا كده هدوس على كلمة تحديد واحدد كده اهو. هدوس على الكل هنا 20 فلتر معايا اهو. وابدأ من هنا كده ادوس على العلامة دي بتاع ارسال ديت. ماشي. طبعا في لايت روم اهو، ارسال الى لايت روم. هدوس بقى على تاني واحدة كده معايا. ماشي. هتدخلني جوه برنامج لايت روم وهتدخل الفلاتر معايا جوه على طول. وهنشوف الفلاتر وهي بتضاف فلتر فلتر. نطلع بره خالص هنا كده ونجيب القايمة دي كده 43. شايف الفلاتر قدامك بتنزل صور اهي، بس بصيغة رو. بس العشرين فلتر ينزلوا معاك على طول. تقدر بقى تختار اي فلتر من ده، حتى لو هو الفلتر ده مثلا. تقدر بقى تدوس على التلات شرطات دول، تدوس على كلمة كوبي بريست كده وتدوس على علامة صح. تمام. تطلع بره. ماشي. تجيب اي صورة مثلا عندك. لو الصورة دي كده ونلغي من عليها الفلتر بتاعها. ونقدر ندوس هنا كده وندوس على كلمة اللي تحت كوبي بريست على طول، اللي احنا نضيف الفلتر كده. كده الفلتر اتضاف معانا خلاص، مفيش اي مشكلة. ماشي. انت بقى اعمل كده على الفلاتر كلها وتقدر تحفظها عندك ازاي بكل سهولة. هختار مثلا الفلتر ده كده. دوس على الثلاث شرطات دول، دوس على السي بريست دي كده. تمام. واجي هنا كده. ماشي. انا طبعا عامل قائمات كتيرة كده عشوائية. ماشي. ندوس على الكلمة اللي تحت خالص دي كده. كده هنعمل قائمة جديدة. نسمي مثلا القائمة ام او ام او. ماشي. او. وندوس على علامة صح كده، احنا عملنا قائمة جديدة. ونيجي هنا كده نسمي الفلتر مثلا واحد. وندوس على علامة صح كده. تمام. نطلع بره كده. نجيب اي صورة مثلا، لو صورة زي دي نشيل من عليها الفلتر. ماشي كده. الصورة كده من غير فلتر اهي. هندوس بقى على ايه الدايرتين اللي فوق بعض دول كده. ماشي. طبعا لو فتحت لنا على تاني واحدة كده او اول واحدة، لا انا هجيب تالت واحدة. تمام. وادور بقى على ايه اسم الفلتر اللي انا سميته اهو. ماشي. ورقم واحد ادوس عليه كده وادوس على علامة صح. تقدر بقى انت تعمل كده على كل الفلاتر عندك. وطبعا الطريقة سهلة خالص للايفون. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، وسلام.